ايه اللي بيفرق انسان ناجح عن انسان تاني بيحط اهداف وطموح بس مش بيعرف يحقق اي حاجة؟ ارادته. ايوه، زي ما حضرتك سمعت كده، ارادته. مش الظروف، مش الفرص، مش المواهب. وتعالى احكي لك على اكبر اختبار ارادة حصل في تاريخ البشرية. سيدنا يوسف اتعرض لواحد من اصعب واكبر الاختبارات اللي ممكن حد يعدي بيها في حياته. وكان من السهل جدا ان هو يغلط ومحدش هيشوفه ولا حد هيحاسبه. ولكن سيدنا يوسف قال: معاذ الله. وده اللي خلى سيدنا يوسف من انسان عادي لعزيز مصر. كل واحد فينا بيبقى عنده فكرة ان انا هعمل دايت او هبطل عادة سيئة، وبيبدأ يوم واتنين وتلاتة وبيرجع لورا زي ما كان. رمضان أقوى تدريب للإرادة ممكن يعدي عليك في حياتك. 30 يوم بتمتنع عن الأكل والشراب والشهوات والغضب، وكل ده بإرادتك. لو قدرت تعمل كل الحاجات دي في رمضان فمعناها إن أنت تقدر تعمل كل حاجة تانية ممكنة. ودلوقتي جه دورك. إيه العادة السيئة اللي نفسك تختبر فعلا بيها إرادتك الحقيقية؟ دلوقتي رمضان ضربة البداية.